السلام عليكم. عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم الخميس 23 أبريل 2026. صدمة داخل قاعات امتحانات الشهادة السودانية، ولادات لطالبات وصور تثير الجدل. صور مراكز الامتحانات بالنيل الأبيض تثير الجدل مع تسجيل 3 حالات ولادة وسط الطالبات خلال الامتحانات. السيسي يحسمها، تقسيم السودان خط أحمر لا يمكن تجاوزه. السيسي يؤكد أن وحدة السودان خط أحمر ويرفض أي محاولات للتقسيم مع استمرار الجهود لوقف الحرب. ضربة جوية تحسم مصير قيادي باريس وترفع خسائر عائلته إلى 14. مقتل القيادي صالح الدرة في ضربة جوية يرفع عدد قتلى عائلته إلى 14 وسط تصاعد العمليات في كردفان. أثيوبيا يتفاجأ الجميع ب3 سدود على النيل الأزرق. أثيوبيا تعلن إنشاء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق بقدرة تفوق سد النهضة وسط مخاوف مصر والسودان. تقرير دولي يعزز فردية تغيير مسارات الإمداد بالمنطقة. تقرير يسلط الضوء على تحولات في مسارات الإمداد وإعادة ترتيب النفوس الإقليمية المرتبطة بالسودان. ظهور مفاجئ لمقاتلة سوخوي في غرب الدلنج بعد غياب طويل. تقارير تشير على ظهور مقاتلة سوخوي في غرب الدلنج بعد غياب طويل مع استهداف مواقف الهجيرات وظليمة. هل بدأت النهاية؟ تحولات صامتة تضرب خطوط الإمداد في السودان. تقرير يرصد تحولات في خطوط الإمداد في السودان وتغيرات إقليمية قد تؤثر على مسار العمليات في حرب الكرامة. خرف طوارئ دار حمر، الدعم السريع يصفي محتجزا داخل قسم شرطة بخرب كردفان. خرف طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالمسؤولية عن وفاة محتجز داخل قسم شرطة وتدعو للمحاسبة. جولات وزير الخارجية مهي الدين سالم وتساؤلات حول جدوى التحركات الدبلوماسية في ظل التحديات. سقوط الصندوق الأسود للدعم السريع بخرب كردفان. القبض على القائد ديدان. القوى المشتركة تعلن القبض على القيادي ديدان وتصفه بالصندوق الأسود وسط تحقيقات لكشف معلومات ميدانية مهمة. القوى المشتركة تعلن القبض على القيادي ديدان وتصفه بالصندوق الأسود وسط تحقيقات لكشف معلومات ميدانية مهمة. حادث قطار مؤلم في أطبرة يؤدي بحياة شاب بقرية قدو وسط دعوات للحذر قرب السكة حديد. عودة 4 ملايين سوداني، تحذيرات من تحديات مبادئ الرجوع. الهجرة الدولية تعلن عودة 4 ملايين سوداني وتحذر من تحديات الخدمة والإعمار للضمان الاستقرار. هام بجدة مهلة يومين فقط لسداد رسوم الشهادة الابتدائية. القنصلية السودانية بجدة تحدد يومين فقط لسداد رسوم الشهادة السودانية الابتدائية 2026 وسط دعوة عاجلة لأولياء الأمور. شرطة بدة تضبط متهم قتيل في دار السلام بعد عمليات نهب مسلح وإطلاق نار. شرطة بدة تضبط متهما بنهب مسلح في دار السلام وتستعيد مسروقات وتواصل ملاحقة شركائه الهاربين. زلزال سياسي قادم في السودان، ترتيبات تفتح الطريق أمام البرهان للرئاسة. تحولات سياسية كبرى في السودان وتعديلات دستورية مرتقبة تمهد لمرحلة جديدة في الحكم. مغادرة أكثر من 1000 سوداني من مصر إلى الخرطوم ضمن العودة الطوئية. تفويج أكثر من 1000 سوداني من مصر إلى الخرطوم ضمن برنامج العودة الطوئية المجانية. مستشفى الشرطة بري يعلن تشغيل الطوارئ مجانيا على مدار الساعة. مستشفى الشرطة بري يعلن تقديم خدمات الطوارئ والفحوصات مجانية على مدار 24 ساعة. ضبط أكثر من 2.6 كيلو ذهب بحوزة متهم في عطبرة. الشرطة تضبط 2.6 كيلو ذهب بحوزة متهم في عطبرة دون أوراق رسمية وتتخذ إجراءات قانونية. عمر الدقيري هاجم طرح إدريس للحوار والانتخابات ويصفه بالمنفصل عن الواقع. عمر الدقيري ينتقد تصريحات كامل إدريس ويدعو لوقف الحرب قبل أي عملية سياسية. رسالة لافتة من عمان بعد لقاء البرهان والسلطان هيثم. وزير الخارجية العماني علق على لقاء البرهان والسلطان هيثم مؤكدا عمق العلاقة والتركيز على السلم والأمن في السودان. صدمة بمليارات الدولارات، خسائر مشروع الجزيرة تصل إلى 6 مليار. خسائر مشروع الجزيرة تصل إلى 6 مليار دولار وفق تصريحات رسمية ما بدأ جهود إعادة التأهيل وعودة الإنتاج الزراعي. هبوط جديد يعزز الأجواء، تاركو تضيف طائرة حديثة لإسطولها. الأمم المتحدة تكشف مسار إمداد مؤقت للدعم السريع. تفاصيل تقرير أممي حول شبكات إمداد جوية وتحركات إقليمية مرتبطة بالدعم السريع وتأثيرها على المشهد في السودان. صحفي تركي، زيارات البرهان تيت موضع السودان إقليميا. تحليل تركي يكشف دلالات زيارة البرهان للسعودية وعمان وتأثيره على مستقبل السودان. دبلوماسي أمريكي، مؤتمر إعمار السودان بالرياض يكشف حقيقة الموقف. دبلوماسي أمريكي يربط مؤتمر إعمار السودان بالرياض بمواقف إقليمية تجاه السودان. إيفاء مفاجئ هز الحكومة، قرارات إدريس تفتح أبواب صراع جديد. قرار مفاجئ بإيفاء مفوض الضمان الاجتماعي يثير توترات داخل الحكومة وسط حديث عن صراع نفوس. قرار مفاجئ بالخرطوم، إنشاء ميناء بري جديد في أم درمان. حكومة الخرطوم تقرر إنشاء ميناء بري جديد في أم درمان وتكلف بإعداد تصوير فني متكامل للمشروع. قيادية إسلامية تحذر، الشارع سيرفض أي تسوية تقوم على صمود. إزالة واسعة لسوق البراري تمهيدا لإعادة تنظيم الخرطوم. إزالة 123 موقعا عشوائيا بسوق البراري ضمن خطة لتنظيم الأسواق وتحية البيئة لعودة المواطنين. تحالف جديد بشرق السودان يطرح الفيدرالية كحل الأزمة. ضربات جوية غير مسبوقة تضرب مخازن نيالا وتدمر أسلحة نوعية قبل تشغيلها وتكشف اختراقا عميقا.
قارات جوية مكثفة تستهدف مخزن استراتيجي قرب مطار نيالا تكشف تطورات ميدانية لافتة. بعد 3 سنوات حرب لماذا لا يبدأ السودان معركة البناء الآن؟ نقل صحفيين إلى سجن دقرس في نيالا. تفاصيل نقل الصحفيين إلى سجن تجرس بنيالا بعد أيام من اختطافهم وسط مخاوف متزايدة على حالتهم الصحية. سودانير تفاجأ المسافرين بعرض أسعار منخفضة. سودانير تطلق عرضا محدودا عن رحلات بورسودان إلى الرياض وجدة بأسعار منخفضة وأمتعة 30 كيلوغرام. بكلاشينكوف طالب يقتحم مركز امتحانات الشهادة السودانية ويهاجم مدير المركز بسبب بغرة. القبض على المتهم في جريمة حي الجنينة والتحقيقات تكشف التفاصيل. تفاصيل جريمة في حي الجنينة بالقضارف تكشف ملابسات صادمة وتنتهي بالقبض على الجاني الذي جاء للعزاء. حملات اعتقالات في الملجأ تثير الجدل، اتهامات وتصعيد ميداني. تقارير عن اعتقالات في الملجأ وسط اتهامات متبادلة وتصاعد التوترات في كردفان دون تأكيد رسمي. توضيح رسمي من ياسر العطاء ينفي استبعاد الكباجي ويكشف ترتيب القيادة داخل الجيش. تحول لافت، مجموعة من العدل والمساواة تنضم لمناوي. انضمام قيادات من العدل والمساواة إلى حركة مناوي يصير تساؤلات حول تأثير الخطوة على المشهد. دلالات تسليم النور قبة وتأثيره على تفكيك الميليشيا وتوازن الهرب. تعويضات لضحايا الطينة وسط غياب نتائج التحقيق يفتح باب التساؤلات حول المسؤولية والشفافية. فيديو حديث يرصد خلوع السوق العربي وسط الخرطوم من الحركة التجارية والمواطنين بشكل لافت. تصعيد خطير، اعتقال أسرة صحفية بلا مبرر.